الرباني في قلبه كما يدق في قلوب المصالح الكبار، فإذا دق هذا النور في قلوبهم لا بد من الكلام أو يكتبون، وإلا يحترقون وينخرقون. فأراد أتاه الفيض الرباني والمسألة نتاج إلى الباس فيها، ويعلم من أصحابه لا يمكن لأحد منهم أن يباسطه يعني بالباس إلى سيدي محمد الغالي، لأنه صاحبه صيبه أكثر من 30 سنة. وقال: أين سيدي محمد الغالي؟ أين سيدي محمد الغالي؟ فقال سيدي محمد الغالي: أنا قلت قدماي هاتان على رقبة كل ولي. فقال سيدي محمد الغالي: يا شيخ أنت غائب أو هادي؟ وقال: بل أنا هادي على الكمال أخلف إليه. فقال: كيف تقول ذلك والشيخ عبد القادر شيئا قال في فقط قدمي هاتي على رقبة كل ولي؟ فقال: نعم صدق، ولكن يريد أولياء سنين. أما أنا قلت لك قدماي هاتان على رقبة كل ولي يريد الظلم آدم إلى النبي. والأقدام عند القوم وهي المقامات، كل ما قالوا قدمي أو قدماي يريدون. الشيخ قال قدماي. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني كان قطبا جامعا ووصل إلى مقام الختم، فلذلك قال قدمي هاتي مقام واحد. وأما شيخ قدماه هذان وهو مقامين، مقامه المختوم بالخير ومقامه فوق مقامات. لذلك قال مولانا: ولولا أجيب الوقت قلت لأتكلم كثيرا في مولانا الشيخ رضي الله عنه بما لدي من علومه وأسراره، وأتكلم في مقامه وفي فضله على سائر الأولياء، وفي فضل طريقته، في فضل آخر طريقته، في فضائل صلاة الفاتحة لما خلق، ولكن الوقت يعني ضيق، ولكن أمص قليلا فقط. فقال مولانا الشيخ رضي الله عنه: من أخذ طريقة التجارية يدخل الجنة هو ووالديه وأولاده وأزواجه ووالدي أزواجه بلا حساب ولا عقاب، ويجاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في الطريقة فضيلة إلا هذه الفضيلة لك. انظر رجل واحد أخذ الطريقة، أبويه ما أخذوا ما أخذا، وأولاده ما أخذوا، وأزواجه ما أخذنا، وأصحابه ما أخذوا، ولكن هو وعده يعملهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ويمر بهم بواط الحساب حتى ينزلهم ذل تحت العرش، ويقفون بنارنا حتى يتم قضاء الإسلام لله سبحانه وتعالى في عباده. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الجنة ويدخل هو وأصحابه، فيأتي مولانا الشيخ رضي الله عنه ويدخل مع أصحابه، وهذا الرجل يدخل ويعمل يعني داره وفيها أبويه وأولاده وأزواجه وأصحابه ما ذاقوا الحساب ولا حسب ولا ما حسبوا وما ذاقوا الأداء، ويختلف الجنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى يعني يصل إلى أبده. لذلك قلت والوقت لا يسوي أنا. لأنني في الدولة سيجار في كل
بكل شرف أحتفل أجلس من بين الآشرة والإيد أسرع إلى أن أصلي الصبح أتكلم بالمكان. الله أكبر. ولذلك هذا كله من بركة مولانا وشيخنا ومربينا لمولانا الشيخ إبراهيم. أطلب من الجماعة كل واحد يقرأ فاتحة الكتاب مرة وصلاة الفاتحة مرة نقول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الملك العظيم ملك المغرب الحسن الثاني، وهو ملك رأس الشعب المغربي، وهو ملك العلماء وملك الأولياء وملك يعني جميع التشريع وجميع الصوفيين. فمرحبا به ندعو له أن يحفظه ويحفظ أهليته ويحفظ السكان لمملكته وينصره نصرا عزيزا على جميع أعدائه ويؤتي أمما طويلا مباركا